مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. مزارعون فرنسيون يعتادون على شاحنات مغربية ويتلفون المنتجات الفلاحية التي تحملها. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بعد اتهامهم بإغراق محلات السوبر ماركت بالطماطم الرخيصة، يطالب المهنيون المغاربة بالامتثال لاتفاقية التجارة الحرة الصارمة للغاية. وفي هذا السياق أفادت جريدة لو موند أن الآلاف من الطماطم المغربية تم إتلافها في الأسابيع الأخيرة بمواقف السيارات الخاصة بالأسواق الممتازة، بدعوى أنها معروضة بكثرة وبأسعار منخفضة للغاية، حيث يزعم المزارعون الفرنسيون أنهم ضحايا الطماطم المغربية التي أصبحت رمزا للمنافسة غير العادلة. ويمكن تفسير الأسعار وفقا لجمعية منتجي الطماطم والخيار في فرنسا بالتكلفة المنخفضة جدا للعمال المحليين والإعفاء من الرسوم الجمركية المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2012 بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وأشارت الصحيفة الفرنسية أن إنتاج الفاكهة والخضروات منخفضة التكلفة الذي كانت تجسده إسبانيا منذ فترة طويلة قد تحول جنوبا، لدرجة أن المغرب أطاح بجارته الإيبيرية كعمود رئيسي للاتحاد الأوروبي في عام 2022. وفي نفس السنة تم تصدير حوالي 660 ألف طن من الطماطم المغربية إلى البلدان 27، وجه أكثر من نصفها نحو فرنسا حسب الجمعية المغربية لمنتج ومصدر الفواكه والخضروات.